فالمشروعات الزراعيه الجديده كلها مم. ورؤيه السيد الرئيس في استصلاح وزراعه اكثر من 4 مليون فدان، هي جايه اصلا عشان تعالج مشكله القريه الريفيه. لان احنا لو بصينا ليه 4 مليون او اكثر من 4 مليون ونص فدان، هتصل ل 5 مليون فدان. لو سعادتك بالارقام هتلاقي ان احنا خلال 7000 سنه فاتوا استصلحنا حوالي 8 مليون، بنزرع في 8 مليون فدان. طبعا. اتفضل. ودي نقطة حلوة هنتوقف عندها، اتفضل. وهربطها بفكرة التنمية المستدامة اتفضل. والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، لأنه كمان عندنا دي محاور رئيسية، وفكرة تقليل الهدر من الموارد. هستأذنك نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك مناقشة في الحاجات دي، لأنه طبعا دي نقط مهمة جدا جدا ونحتاجها للمستقبل في مصر بشكل أساسي. فاصل ونرجع لحضرتك. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه منورنا في الاستوديو المهندس عادل زيدان، وكنا بنتكلم قبل الفاصل من واقع التجربه العمليه والواقعيه اللي حضرتك خضتها طبعا في الجمهوريه الجديده، وانشائك لمشروعات استفادت من القوانين اللي تم تطبيقها، ومن كمان التطور اللي حصل في العمليه البيروقراطيه، انه طبعا بدانا نتخلص من كتير من العوائق. ده ياخدنا حضرتك لسؤال حوالين رؤيتك انت كمستقبل التنميه الزراعيه في مصر كمرشح لمجلس الشيوخ. بتشوف النقطة دي ازاي؟ والله رؤيتي تنبثق من رؤية في الجمهورية الجديدة في إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة باستصلاح وزراعة أكثر من 4 مليون فدان. يعني هنصل بفضل الله سبحانه وتعالى ل 2030 لحوالي 5 مليون فدان. يعني كده مصر اللي ورثت 8 مليون فدان خلال 7000 سنة فاتوا مزروعين وقابلين للزراعة، انضاف لهم بس في خلال 12 سنة هو فترة تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 مليون فدان زيادة، يعني أكتر من 80%. بالإضافة لأن السيد الرئيس عالج كل مشكلات الريف المصري القديم اللي كانوا في 8000 فدان، وعمل مبادرة حياة كريمة وده مشروع القرن، فطور كل الترع والمصارف وطور الري في للمزارعين ودعم المزارعين وطور وحسن من معيشتهم وزود انتاجيه الفدان في ال 8 مليون فدان اللي فاتوا لاكثر من 15%. يعني احنا بنتكلم تقريبا في ان احنا طورنا 15% من ال 8 مليون فدان وزودنا انتاجيتهم، بالاضافه ان احنا استصلحنا عشان نزرع 5 مليون فدان جداد. يعني تقريبا احنا بنتكلم في حوالي 14 مليون فدان بانتاجيات من حيث الانتاجيه. كل فدان بيوفر فرصه عمل مباشره بالاضافه ل 2 فرصه عمل غير مباشره. يعني احنا بنتكلم في تقريبا حوالي 15 مليون فرصه عمل لشباب الخريجين اللي هم يعني موجودين في 4200 مركز شباب على مستوى الجمهوريه، موجودين في 4500 قريه على مستوى الجمهوريه. بيتم استصلاح اكثر من 4 مليون ونص فدان، نصل ل 5 مليون فدان جداد. يعني تقريبا كل قريه نصيبها من خطه السيد الرئيس اللي في استصلاح وزراعه 4 مليون ونص فدان واكثر 1000 فدان تقريبا، في حين ان زمام القريه في القريه القديمه لا يتجاوز ال 500 فدان. يعني احنا بنتكلم في نهضه زراعيه مستدامه نعالج بها مشكلات الماضي ونعالج بها مشكلات الحاضر، وكمان في رؤيه لمعالجه مشكلات المستقبل والزياده السكانيه.